المريض كان نايم على السرير وما كانش بيتحرك تماما، وجهه ثابت وعينيه وبقه مفتوحين على الآخر. الدكتور حط السماعة على صدره لثواني وبعدين رفعها وبصلي وقال لي الراجل ده ميت بقاله أكتر من ساعتين. الكلام وقع عليا زي الصعقة، ببص عليه وأنا مش مصدقة. قلت له بصوت مرتجف بس أنا كلمته واتكلم معايا، وقال لي إن القصة اللي هحكيها لكم دي ما حصلت لي شخصيا، بس حصلت لجدتي وهي اللي حكتها لي وهنقلها لكم على لسانها. اللي حصل لي ده أنا ما كنتش قادرة أتكلم عنه مع أي حد، ولا أصحابي ولا حتى أهلي، لأن عارفة إن أول ما أقول لهم هيقولوا لي إني كنت تعبانة أو ما نمتش كفاية وكل اللي حصل لي ده هلوسة. بس لأ، أنا متأكدة من اللي شفته ومتأكدة إنه حقيقة. أنا كنت شغالة في مستشفى عسكري على أطراف منطقة الحرب، شفتات ليلية طويلة. الحالات كلها كانت إصابات من المعارك، حروق وشظايا وبتر أطراف. اتعودت على المناظر اللي ممكن تخلي أي إنسان طبيعي يخاف. بس بعد فترة من الشغل، اللي شغالين في المجال ده بيتحولوا لآلة بتعمل شغلهم من غير أي مشاعر، لأنهم خلاص بيكونوا تعودوا على المناظر دي. الليلة دي كانت هادية لحد الساعة 12 بالليل. دخل علينا مريض جديد في الطوارئ، بس المرة دي مش جندي، كان شخص ملهوش اسم ولا بطاقة هوية تعرفنا اسمه. جسمه كله كان متدمر، لكن أكتر حاجة اتطبعت في دماغي كانت وشه. النص الشمال من وجهه كان ممزق تماما، الجلد محروق والعين تقريبا ما كانتش موجودة، كأن في قنبلة أو لغم انفجر جنبه. كانوا حاطينه على السرير وبيحركوه وجسمه بيرتجف وبيبكي. دخلناه غرفة الإنعاش، وبعد ما استقرت حالته شوية نقلناه للغرفة 206 علشان يفضل تحت الملاحظة. ولأن طاقم التمريض كان قليل في الفترة دي وكان عندنا عجز فيه، فطلبوا مني إن أفضل معاه لحد الصبح علشان نتابع حالته. وافقت. حطيت كرسي جنب السرير وقست نبضه وكل حاجة كانت تمام. طفيت النور وفضلت قاعدة جنبه طول الليل. صوت الأنين كان لسه بيخرج منه، صوت أنين مكتوم بس مستمر طول الوقت. قربت منه بهدوء وقلت له انت بأمان دلوقتي، ما بقتش في ميدان المعركة خلاص، كل حاجة هتبقى كويسة. طبعا ما جاليش منه أي رد، ولا ما كنتش متوقعة انه يرد علي أصلا وهو في الحالة دي. الساعة كانت قربت على 1 بالليل، قلت خلاص هنام، وصوته سكت تماما. قلت خلاص أكيد نام وأنا كمان ممكن أريح شوية. بصيت عليه قبل ما نام، كان نايم على ظهره على السرير، نص وجهه ناحية الشباك اللي القمر نوره داخل منه، صدره بيطلع وينزل بهدوء. اتنهدت وقفلت عيني. معرفش نمت قد ايه، بس صحيت فجأة بإحساس غريب كأن في حد بيبص عليا. فتحت عيني وأول حاجة شفتها كانت المريض وهو قاعد على السرير بيبص لي. اتجمدت في مكاني. أنا مش بسهولة بخاف، بس النظرة اللي كانت في عينيه كانت مرعبة، جمدت الدم في عروقي. بصيت على الساعة كانت 3:30 الفجر. ضوء القمر كان منعكس على وجهه، وده خلى منظره أبشع عشرات المرات. العين الوحيدة اللي فاضلة فيه كانت مفتوحة على آخرها. قلت له بصوت خايف ومتقطع حضرتك محتاج حاجة؟ ابتسم ابتسامة مش قادرة تفارقني لحد دلوقتي، وبعدين أخد نفس عميق وقال أنا إحساسي بالألم راح دلوقتي. صوته كان خشن وبارد. ايديا بدأت تنمل وجسمي كله تقريبا ما كنتش حاسة بيه، بس بحاول أتمالك نفسي وقلت له بهدوء تمام ممتاز، بس حاول ترجع تنام تاني، هنده للدكتور علشان يطمن عليك. قمت امسك السماعة علشان اتصل بالطبيب، وفجأة ضحكة بدأت خفيفة، بس كل ثانية كانت بتعلى وتزيد أكتر، لدرجة إن ضحكته اتحولت لضحكة غير بشرية. حسيت إن في حد تاني جواه بيضحك، قلبي وقع. جريت بسرعة برا الأوضة وأنا بتنفس بصعوبة. لقيت الدكتور كريم في الممر، ندهت له وأنا مرعوبة. رجع معايا بسرعة
وبيقول لي انت شكلك تعبانة جدا، انت نمتي قد ايه؟ بس انا ما ردتش عليه. دخلنا الأوضة وولع النور. المريض كان نايم على السرير وما كانش بيتحرك تماما، وجهه ثابت وعينيه وبقه مفتوحين على الآخر. الدكتور حط السماعة على صدره لثواني وبعدين رفعها وبصلي وقال لي الراجل ده ميت بقاله أكتر من ساعتين. الكلام وقع عليا زي الصعقة. ببص عليه وأنا مش مصدقة. قلت له بصوت مرتجف بس أنا كلمته واتكلم معايا وقال لي إن ألمه راح. أنا متأكدة من ده. الدكتور بصلي نظرة إنه مش مصدقني وقال لي أنت مضغوطة ومحتاجة راحة، أنا هكلم المشرحة يشيلوا الجثة. وخرج وسابني واقفة لوحدي قدام السرير ببص عليه وأنا جسمي بيقشعر. في اللحظة دي ما كنتش عارفة أنا كنت في كابوس ولا في حقيقة. تاني يوم قالوا لي لازم أخد أسبوع أجازة، وفعلا أخدت أسبوع أجازة. بس بعد الليلة دي عمري ما دخلت الغرفة 206 تاني ولا حتى بصيت على بابها وأنا ماشية في الممر. بعدها بأيام فتحت السجلات أدور على بيانات المريض ده، بس مفيش اسم ولا له حتى ملف، كأنه ما دخلش المستشفى أصلا لأن ما كانش عنده أي إثبات هوية. وبعد 3 أيام دفنوه في قبر من غير اسم جنب القاعدة العسكرية، ولا حد جه سأل عنه ولا حد يعرف هو مين لحد النهاردة. بس اللي أنا حكيته ده أنا متأكدة منه إنه حصل، بس ما أعرفش هل فعلا أنا كنت صحيح ولا زي ما بيقولوا إن دي كانت مجرد تخاريف. أنا بقالي فترة نفسي أحكي القصة دي بس كنت متردد لأنها من أكتر الحاجات اللي حصلت لي وفعلا غيرت نظرتي للحياة، واللي يخلي أي حد يسمعها ياخد باله بعد كده لما يقرر يدخل مكان مهجور. أنا كنت ساكن في مكان نائي جدا في إحدى القرى، منطقة كده شبه مهجورة، البيوت القديمة فيها كتير جدا ومحدش ساكن فيها، وحتى الناس اللي كانوا ساكنين في القرية كل فترة نسمع إن حد باع بيته وعزل من القرية تماما. البلد حرفيا بقت شبه مهجورة، والبيوت المهجورة فيها بقت أكتر من البيوت اللي بيسكنها ناس. وبصراحة احنا كنا ملينا، مفيش أي حاجة نعملها، ولا سينما ولا ملاهي ولا حتى كافيهات. وكمان انتوا عارفين ان طبيعة القرى بعد المغرب تقريبا ما بيكونش فيه أي حد ماشي في الشارع، فكنا بنخرج نستكشف الأماكن المهجورة اللي حوالينا علشان نقتل الوقت. كنا مجموعة صحاب بنولع كشاف الموبايل ونتجول في البيوت اللي محدش دخلها من سنين. بصراحة لفينا في بيوت مهجورة كتير وعمرنا ما شفنا أي حاجة غريبة. أقصى حاجة كنا بنشوفها شوية دم جاف على الأرض أو نجمة خماسية مرسومة على الحيطان، باين إن حد كان بيعمل طقوس غريبة من زمان في المكان ده. بس كنا بنضحك وبنكمل عادي لحد الليلة اللي كل حاجة اتغيرت فيها تماما. الليلة دي قررنا نروح مكان كنت أعرفه من زمان جدا. لما كنت طفل صغير كنت بروح الحضانة في المكان ده، بس الغريب إن الحضانة دي كانت جزء من مستشفى للأمراض العقلية. أيوة زي ما سمعت كده، حضانة جنب مستشفى المجانين. المكان اتقفل من سنين طويلة بعد ما المستشفى توقفت عن استقبال المرضى وعدد الأطفال قل جدا، وبقى كمان المكان ده مهجور بالكامل. قلت لأصحابي إيه رأيكم نروح هناك؟ كلهم وافقوا بحماس. أنا وقتها كان عندي 15 سنة وكنا كلنا تقريبا في نفس السن. الجو كان ضباب والدنيا مغيمة ومطر خفيف بينزل. بصراحة الأجواء دي كانت أجواء رعب، وده ساعدنا إننا نعيش جو المغامرة. وصلنا عند البوابة الكبيرة، كانت مقفولة بسلسلة مصدية، فساعدنا بعض لحد ما نطينا من فوق السلسلة دي. دخلنا أول ساحة واللي كانت عبارة عن الحضانة المهجورة اللي أنا كنت فيها وأنا صغير. كان فيها ألعاب أطفال قديمة، نور الموبايل كان ضعيف جدا والمكان كان ضباب، الرؤية كانت شبه محدودة. قررنا ندخل جوه المبنى الرئيسي. أول ما حطينا رجلنا على أرض المستشفى سمعنا صوت الزجاج المكسور تحت رجلينا. كل ما نمشي نسمع صوت حاجات بتتكسر تحت رجلينا. كان لسه في بقايا أشياء من المستشفى القديمة زي مجموعة مكعبات، عرايس متقطعة وخشب متكسر. المكان كان هادي بطريقة مريبة، ما بقاش فيه غير صوت أنفاسنا وصوت خطواتنا. سمعنا صوت خبطة جامدة جدا جاية من ورا باب حديد مقفول. كلنا وقفنا في مكاننا متجمدين. الباب ده كان بيوصل للجزء التاني من المستشفى.
وهو القسم النفسي. بصينا لبعض واحنا مش عارفين ايه مصدر الصوت ده. يلا نشوف الصوت ده جاي منين. بصراحة انا كنت مرعوب، بس ما قدرتش اقول لهم لا، لاني مش عايز ابان ان الشخص الجبان اللي وسطهم. وقفنا كلنا عند الباب وبدأنا نحاول نفتحه. الباب كان مصدي، وتقريبا الباب كان شبه لازق في الارض، فشدناه بكل قوتنا لحد ما قدرنا اخيرا نفتحه بصعوبة. بمجرد ما فتحنا الباب خرج من وراه ريحة حديد مصدي ممزوجة بريحة غريبة، حاجة كده أشبه باللحم الني. مدينا ايدينا الأول بكشافات الموبايل وفضلنا ندور في كل اتجاه. صاحبي كان ماشي قدامنا. الممر ضيق جدا وعلى الجنبين كان في أبواب حديد مفتوحة. في اللحظة دي حسيت إني مش قادر أتنفس، وبقيت أتنفس بصعوبة. فجأة صاحبي وقف وصلات الكشاف بتاعه جوه الأوضة، ولقناه رجع لورا بفزع. قلت له في ايه؟ قال انا حسيت اني شفت حد هناك، بس يمكن انا بيتهيألي. ضحكنا وقلنا له اكيد بيتهيألك، اكيد مفيش حد عايش في المكان ده. بس ملامحه كان واضح عليها الخوف. كملنا في طريقنا لحد ما واحد تاني مننا قال استنوا، اسكتوا شوية. سكتنا كلنا وسمعنا صوت خطوات جاية من قدامنا في الممر. خطوات خفيفة كأن في حد ماشي ببطء. بدأنا نتكلم بهدوء. احنا كنا خلاص على وشك اننا نرجع، ما قدرناش نمشي خطوة واحدة كمان. مشينا ودخلنا غرفة ناحية اليمين. في الغرفة دي بالتحديد الريحة بقت أبشع، ريحة لحم متعفن. واجهنا كشاف الموبايل في الغرفة واكتشفنا حاجة جمدت الدم في عروقنا. لقينا جثة غزال متقطع بالكامل، أحشائه مرمية على الأرض ودمه كان مغرق المكان. واحد مننا ما كانش مستحمل المنظر وفرغ كل اللي في معدته فورا. وفجأة سمعنا صوت همس. صاحبي وجه الكشاف ناحية الزاوية دي، وهناك شفناه شخص واقف، شعره قصير، لابس تيشيرت أخضر عليه بقع دم، رجليه حافية ومتجرحة، ووجهه كان باصص لتحت، جسمه بيرتجف بطريقة غريبة. وقفنا مش قادرين نتحرك، كنا بنبص عليه في صمت. فضلنا كده تقريبا 30 ثانية، وبعدها رفع راسه ببطء وابتسم لنا ابتسامة شيطانية وقال بصوت خشن جيتوا هنا علشان الوليمة. اللحظة دي كانت كفيلة انها تخلينا نجري من المكان ده بسرعة. جرينا كلنا من الغرفة زي المجانين. رجعنا على الجزء بتاع الحضانة. الباب الحديد كان لسه مفتوح وحاولنا نقفله بسرعة، كان تقيل جدا. وانا بقفله لمحت من فتحة الباب الراجل واقف في اخر الطرقة. لمحت وجهه وابتسامته المرعبة. المنظر ده لحد النهاردة مش قادر انساه. قعدنا ورا الباب بنتنفس بسرعة، كلنا بنبص لبعض علشان نتأكد اللي شفناه ده كان فعلا حقيقي. وفجأة سمعنا صوت خبط خفيف على الباب. ساعتها عرفنا ان مفيش امل نفضل هناك. وقتها جرينا كلنا بأقصى سرعة من المكان وما رجعناش هناك تاني أبدا، وما حكيناش لأي حد عن اللي حصل. بس اللي عرفناه إن بعدها بفترة مجموعة من رجال الشرطة جالهم بلاغ من أشخاص إن في أصوات غريبة خارجة من المستشفى دي. والشرطة لما جات لقوا الراجل ده موجود، واللي عرفناه إنه كان مريض نفسي وكان موجود فعلا في القسم ده، وقدر انه يهرب من المستشفى دي وفضل عايش في الحقول اللي حوالين المستشفى بيصطاد الحيوانات وياكلها نية. ولما المستشفى بقت مهجورة رجع وسكن فيها. لما قبضوا عليه جسمه كان في حالة إعياء شديد، وكان عنده عدوى من أكل اللحم الني. وفي ناس قالت إنه قتل شخص في الغابة قبل كده وهو بيحاول يسرق أكله. فلو في يوم من الأيام قررت تدخل مكان مهجور افتكر قصتي دي، وخلي بالك مش كل مكان مهجور بيكون فاضي. بصراحة أول ما هتبص على الحمام ده هتحس إنه عادي جدا ومفهوش أي حاجة غريبة أو إشارة لأي مصيبة ممكن تحصل. لو كان الشخص اللي من فئة دي اللي ماشي دلوقتي في الممر دخل نفس الحمام ده في بيت صاحبه أو في مطعم أو حتى في محطة بنزين، ما كانش هيحس بأي حاجة غلط.
بس احنا هنا في منظمة SCP اللي كل واحد هنا عارف ان مفيش حاجة طبيعية ابدا زي ما تبدو عليها. الشخص اللي ماشي ده مصنف في منظمة SCP انه من فئة الدي. بص بسرعة على كاميرا المراقبة اللي متعلقة على السقف. عدسة الكاميرا اتحركت وركزت عليه، وهو عارف ان في فني من SCP قاعد بيتفرج على كل حركة بيعملها، لانه دلوقتي خاضع لتجربة هو ما يعرفش تفاصيلها ولا ايه اللي ممكن يحصل له فيها. اتنهد. هو عارف ان وضعه كشخص من افراد الفئة دي معناه ان اي تجربة هتحصل عليه ممكن تكون اخر تجربة في حياته. ما فكرش كتير لان مفيش قدامه اي اختيار في المهمة دي. فجأة سمع صوت خارج من السماعة اللي متعلقة في الحائط: لو سمحت ادخل الحمام. ده صوت الباحثة اللي بتراقبه من ورا الشاشة. الشخص ده سألها بقلق: ايه ده؟ ده مجرد حمام عادي، طيب ايه المميز فيه؟ عينه بدأت تتحرك يمين وشمال بيحاول يشوف تفاصيل الحمام ده. الأرضية سيراميك أبيض ناعم، الحيطان لونها أزرق فاتح مريح للأعصاب، وفي مراية كبيرة فوق الحوض، وجنب الحوض في قعدة تويلت، وجنبها بانيو ودش. في حتى فرشة تنظيف ومكبس ورا التويلت. كل حاجة عادية جدا، عادية زيادة عن اللزوم، وده اللي خلى الشخص ده يقلق. خطر في باله فكرة مرعبة: انتوا جايبيني هنا علشان تتفرجوا عليا وانا بعمل سأل وهو صوته فيه نبرة سخرية خفيفة. طبعا السؤال ده عبثي جدا، بس هنا في SCP اي حاجة ممكن تحصل عادي. ردت الباحثة من السماعة وقالت له: ايه، لا مش محتاج تعمل اي حاجة، اسمع، ادخل الحمام وبس، ده اللي مطلوب منك، ومش مطلوب منك اي حاجة تانية. وزي ما الباحثة طلبت منه اخد خطوة لقدام. في اللحظة اللي تخطى فيها عتبة الباب اتقفل وراه بقوة، وصوته كان مرعب. اتفزع وصرخ: ايه ده؟ انتوا قفلتوا الباب ليه؟ ردت الباحثة وقالت: انا ما عملتش حاجة. طبعا فكر الشخص ده واللي هنسميته للقصة الشخص دي كان لازم اتوقع حاجة زي كده. مسك مقبض الباب وحاول يفتحه بكل قوته، بس الباب كان مقفول بإحكام. شده تاني بقوة أكبر لكن مفيش فايدة. الباب كأنه قطعة حديد. صرخ، بدأ يصرخ وقلبه بيدق بسرعة رهيبة، وحس إن حرارته بتزيد، وما كانش بيدور في باله غير سؤال واحد: يا ترى إيه المصيبة اللي ورا الغرفة دي؟ حاول يهدي من نفسه وقال إن الغرفة طبيعية وما فيهاش أي حاجة غريبة حصلت غير إن الباب اتقفل. أعتقد إن الحاجة الغريبة اللي في الغرفة هو إن الباب بيتقفل بمجرد ما حد يدخل. بس لو كده ليه منظمة SCP مهتمية بيه؟ فضل في مكانه لحد ما سمع الباحثة بتقول: استنى مكانك، هشوف إيه اللي ممكن أعمله علشان نفتح الباب. بعد لحظات الباحثة وصلت للباب وحاولت تشده بنفسها، بس مفيش أي حركة. طيب ثواني، هروح أجيب فني يحاول يفتح الباب. الشخص اللي من الفئة دي سمع صوت خطواتها وهي بتبعد. قعد على غطا التويليت المقفول وحط وجهه بين ايديه وفضل يفكر انه يا ترى هتحبس هنا للأبد. فضل يفكر وهو متضايق اكتر ما هو خايف. يا ترى هي فعلا راحت تجيب حد يساعده ولا لسه قاعدة بتتفرج عليه من الكاميرا ومستنية الكارثة الكبيرة؟ ركز بعينه على الكاميرا وهو غضبان. كان الشخص اللي من الفئة دي مركز جدا على الكاميرا لدرجة ان ما اخدش باله ان في كيان غامض بدأ يظهر ببطء من بلاعة البانيو. الكائن ده كان صرصار عادي جدا. الصرصار فضل ثابت للحظة بيحرك قرون الاستشعار بتاعته كأنه بيكتشف المكان، وفجأة بدأ يتحرك بسرعة. زحف على أرضية البانيو وطلع عند الحافة البورسلين وجرى على الحوض زي أي صرصار طبيعي. طلع في النور بيحاول يهرب لمكان مظلم يستخبى فيه. نزل على أرضية الحمام، وهنا الشخص من الفئة دي شافه وصرخ من المفاجأة ورفع رجليه بسرعة وضم ركبته لصدره. حس إن الصرصار شكله غريب في الحمام النظيف ده، ورؤية الحشرة القذرة دي حسسته إحساس عميق بالاشمئزاز، وقال في نفسه إن ده صرصار شكله أضخم من الصرصار الطبيعي. كأن الصرصار سمع كلامه وبدأ يجري في اتجاهه بسرعة، وبدون تفكير رفع رجليه وضربه بكل قوته وسحقه بكعب حذائه.
الصوت كان عالي لدرجة انه لفت انتباه الباحثة ورا الكاميرا. من الواضح ان الباحثة رجعت مرة تانية تكمل مراقبته، وده بعد ما بعتت لطلب الفني. ايه الصوت ده؟ كان في صرصار كبير جدا لسه طالع من البانيو حالا. يلا بسرعة ارجوكي افتح الباب، انا مش عاجبني الوضع هنا، ممكن يكون في غيره. حاضر استنى ثواني، المساعدة جاية كمان دقيقتين، ما تبقاش جبان كده، ده مجرد حشرة مفيش داعي للقلق. فضل قاعد وبيفكر ازاي ما قلقش وانا بتعامل مع ظواهر خارقة زي بتاعة منظمة SCP. خلع حذائه وقام من على التويلت وراح للحوض وهو بيتمتم بغضب. فتح الحنفية وبدأ يغسل بقايا الحشرة من حذائه. كان مشغول جدا لدرجة انه ما شافش صرصار تاني وهو بيطلع من بلاعة البانيو. بعد لحظة تردد الصرصار زحف وخرج من البانيو وراح في اتجاه الصرصار المقتول. في اللحظة دي طلع صرصار تاني وتالت ورابع من البلاعة، ولما لف وجهه كان في كتيبة كاملة من الصراصير دخلت الحمام. عينيه اتسعت على الآخر وهو بيشوف حوالي 6 صراصير متجمعين حوالين جثة الصرصار الميت وبتاكل في جثته. كان مشهد مقزز، حس باشمئزاز فظيع وهو مش فاهم أي حاجة عن الصراصير دي، بس المنظر ما كانش طبيعي والذعر سيطر عليه. طلعوني من هنا بسرعة، افتحوا الباب ده. الباحثة اللي قاعدة بأمان في مكتبها ما كانتش حاسة بنفس الرعب. من وجهة نظرها هي شايفة واحد بيتجنن من شوية حشرات عادية. بصراحة المشهد يبان انه مضحك من بعيد. صرخ الشخص من فئة دي ونط تاني على قعدة التويلت وضم رجليه في وضع الجنين. الحاجات دي ضخمة جدا، لازم تطلعيني من هنا فورا وإلا. حاول يفكر في تهديد بس فشل. الباحثة كانت مشغولة بتدوين الملاحظات. لما مجموعة الصراصير انتهت من أكل الجثة لفوا كلهم مع بعض في اتجاه الشخص اللي قاعد في وضع الجنين على التويلت. الباحثة فكرت ان ده حاجة غريبة جدا. الشخص من الفئة دي بدأ يصرخ بجنون. الاتنين كانوا مركزين على الصراصير الموجودة قدامهم بس ما كانوش واخدين بالهم من حاجة أبشع بتحصل في البانيو. مادة سوداء أشبه بالقطران بدأت تطلع من البلاعة وتملى البانيو بالتدريج. الباحثة بتحاول تهديه وبتحاول تخليه يوصف المشهد علشان تدون الملاحظات. في الوقت ده المادة السوداء بدأت تغلي في البلاعة ومستواها بدأ يزيد لحد ما تقريبا ملت البانيو تماما. فجأة الشخص اللي من فئة دي شاف البانيو. ايه ده؟ ايه ده؟ عشرات ومئات ويمكن آلاف الصراصير بدأت تخرج من المادة السوداء دي. طلعت الصراصير فوق حافة البانيو في موجات ضخمة وغطت أرضية الحمام بالكامل لدرجة إن أرضية الحمام تقريبا ما بقتش باينة من كتر الصراصير اللي عليها. المنظر ده حصل بسرعة كبيرة جدا. الشخص من فئة دي بدأ يرتعش ويرتجف. الصراصير كتير جدا وهو كان قاعد في أمان مؤقت فوق التويلت. الصراصير حاولت توصل له بس ما كانتش قادرة تطلع بسبب إن حافة التويلت كانت من البورسلين الناعم، فكانت بتتزحلق كل ما تحاول توصل له. وهو كان واقف في غطا التويلت وهو بيدعي ان الغطا يستحمل وزنه والا هيقع على وجهه في بحر الحشرات اللي قدامه. المشهد اكنه حقيقي خارج من فيلم رعب. الصراصير ما عرفتش تطلع على التويلت لكنها نجحت في التسلق على الحيطان بسرعة. الحيطان اتحولت كلها للون الاسود والجو كله اتملى بصوت الزحف الصراصير واصواتهم اللي ملت المكان. بدأت الصراصير تمشي على السقف والشخص حس ان لو ما عملش حاجة بسرعة الصراصير كلها هتخلص عليه. عمل حركة واحدة يائسة وهو انه قلع حذائه ورماها على بحر الصراصير اللي قدامه. خبطت في الحيطة وبعدها نزلت على الارض وغاصت بسرعة تحت موجة الحشرات المتحركة. هجومه البائس ده استفز حشد الحشرات وحشرات الصراصير طارت في وجهه. صرخ وهو بيحاول يبعدهم بايديه. الصراصير لزقت في وجهه وكتفه وتسلقت لرقبته وشعره وملت جسمه بالكامل. فضل يصرخ ويخبط فيهم بس الصراصير كانت بتزيد على جسمه كل ثانية. المادة السوداء لسه بيطلع منها عدد كبير من الصراصير أكن صراصير العالم كلها اتجمعت في الحمام ده. بدأت تدخل في بقه وهو بيصرخ وبدأ يشرق ويكح ويحاول يخرجها بس حس إنها دخلت جوه زوره ومعدته. وفي حالة الهلع دي
اتزحلق ووقع وهو بيصرخ وبيخبط بإيديه ورجليه في محاولة بائسة منه إنه ينجو، وللأسف غرق في بحر الصراصير اللي قدامه على الأرض. في ثواني اتغطى بالكامل بطبقة الحشرات الحية. الباحثة اتجمدت من الصدمة، عقلها مش مستوعب الجنون اللي بيحصل ده، لكنها حست باشمئزاز شديد وبدأت تتقيأ. في الوقت ده البانيو كان شبه اتملى بالكامل بالمادة السوداء، وبدأت الصراصير ترجع مرة تانية بهدوء للبانيو. ولما تراجعت كشفت عن بقايا الشخص من فئة دي، واللي كان عبارة عن جثة هامدة ممزقة ومغطاة بالدم وبطنها منتفخة بوضوح. الجثة اتحركت حركة خفيفة. الباحثة فكرت للحظة إن الشخص قدر ينجو، بس للأسف ما حصلش. الحركة دي كانت من الصراصير اللي موجودة لسه في جسمه. بس الموضوع ما انتهاش لحد هنا، لأن فجأة حاجة تانية بدأت تظهر من البانيو. كانت جثة تانية بس في حالة متقدمة جدا من التحلل، لدرجة إنها أشبه بهيكل عظمي، بس كان لسه فيها بقايا لحم. بقايا اللحم دي أظهرت جزء بسيط من ملامحه. عيون الكائن الغريب ده بدأت تتحرك في الحمام لحد ما ثبتت على الجثة المرمية على الأرض. القطران الأسود كان بينقط من إيده وجمجمته، سند بإيده على حافة البانيو وإيد التانية على الحيطة، ورفع نفسه وخرج من بركة القطران الأسود. الشخص بدأ يتحرك بتمايل وبخطوات لزجة وغير ثابتة، سايبة وراها أثر من الصراصير والمادة السوداء على الأرض. ولما وصل للجثة مسكوا من رجليه وسحبوا على الأرض لحد ما وصل للبانيو، وأخدوا ونزل بيه جوه السائل الأسود اللزج. والصراصير اللي باقية عملت نفس الحركة، نطت في المادة السوداء وغاصت تحت السطح. وفي نفس الوقت مستوى المادة السوداء بدأ يقل وينصرف في البلاعة مرة تانية. وبعد دقايق اختفت المادة السوداء والصراصير والجثة وكل حاجة، ورجع الحمام لحالته الطبيعية مرة تانية. في اللحظة دي باب الحمام اتفتح ورجع لوضعه الطبيعي. الباحثة دخلت بسرعة جوه الحمام، بصت حواليها في حيرة غريبة. هي عارفة ان من ثواني بس كانت الأوضة دي مسرح لمذبحة بشعة، بس مفيش أي دليل على ان حاجة من دي حصلت في المكان غير اللي شافته في الشاشة قدامها من شكل الجثة وصوت آلاف الصراصير وهي بتزحف. كل ده خلاها ترجع تاني بسرعة، خوفا من ان مصيرها يكون نفس مصير الشخص المسكين. انحنت الباحثة وهي بتتقيأ للمرة التانية. هي شافت كتير في منظمة SCP، بس الحاجة دي كانت من أغرب الحاجات اللي شافتها وقابلتها. اللي حصل ده كله مش صدفة، ده SCP-6698، وهو عبارة عن حمام عادي جدا كان في شقة في الدور الثاني في ولاية ألاباما في أمريكا. أول مرة حصل فيها مشكلة كانت بعد ما واحد من سكان البيت، وكان شاب مراهق عنده 16 سنة، قتل صرصار ضخم في الحمام. الليلة اللي بعدها الولد ده كان بيستخدم نفس الحمام، وأهله سمعوا صوت صراخه، وبعد كده سمعوا صوت زي حوض بيتكسر وجسم بيقع على الأرض. عيلته حاولوا يفتحوا الحمام بس الباب كان رافض يتفتح تماما، ولما الأصوات سكتت الباب فتح. بس لما دخلوا لقوا الحمام في حالته الطبيعية، بس الشاب ده اختفى للأبد. منظمة SCP تدخلت بسرعة ومسحت ذاكرة العيلة وخلتهم يفتكروا إن الولد هرب من البيت. العيلة سابت البيت والمؤسسة اشتريته منهم علشان تعمل اختبارات. لما أي شخص بيدخل الحمام الباب بيتقفل فورا ومحدش بيقدر يفتحه لحد ما الحدث ينتهي. بعد ما الباب يتقفل بتبدأ الصراصير تطلع بأعداد مهولة، ولما بيوصل عدد الصراصير لعدد كافي بتبدأ تهجم على الضحية وبتخلص عليه. وفي نفس الوقت بيبدأ زيت أسود يملى البانيو، وده علشان يمهد لظهور وحش تاني، وهو اللي بيشيل الجثة من مسرح الحادث ويغرقها معاه في المادة السوداء. الباحثة لاحظت إن الهيكل أو الجثة اللي خرجت من البانيو بتشبه المراهق المفقود، وده فتح عدة أسئلة. العلماء لحد دلوقتي مش عارفين إيه المادة دي اللي بتظهر، ولا عارفين مصدر الصراصير الكبير ده بيجي منين. SCP-6698 ما بيهاجمش غير اللي بيدخل الحمام، وطول ما الباب مفتوح الشخص بيكون في أمان. بس بمجرد الباب ما بيتقفل الحمام بيتحول لجحيم حقيقي.
علشان كده المؤسسة ركبت فيه جهاز علشان محدش يقفل الباب ده تاني أبدا، أو الباب ما يتقفلش لوحده مرة تانية. بس الأكيد إن من كل الطرق اللي الكيانات المميتة في منظمة SCP ممكن تتخلص بيها من ضحاياها إنك تتاكل حي من صراصير، ده يمكن يكون من أسوأ طرق الموت على الإطلاق. كان إحدى أيام شهر مارس الباردة، الجو كان هادي والجو مليان ضباب والشوارع كأنها ما بتنضفش من سنين. فجأة وصل صندوق خشب كبير قدام محل حلويات قديم. الصندوق كان مبلول من غير ولا اسم ولا عنوان. الراجل العجوز صاحب المحل خرج وشاف الصندوق وكان بيبصله، شاله وهو بيقول كلمات بتعبر عن خنقته والضيقة اللي هو فيها، وده بسبب ان المحل ما كانش شغال وكان على وشك انه يتقفل. الايام دي كانت صعبة عليه لان الزبائن كانوا قليلين جدا. فكر يمكن الصندوق ده غلطة او هدية من شركة بتعمل دعاية مثلا، بس مفيش اي حاجة بتوصل للمحل من غير ما حد يطلبها، فعلشان كده هو كان مستغرب. أخد الصندوق ودخل بالمحل وبدأ يفتحه. المسامير كانت بتطلع صوت طقطقة غريبة، ولما فتحه لقى جواه ماكينة بيع حلوى، بس شكلها غريب، عمره ما شاف حاجة شبهها قبل كده. كانت بتلمع وكانت نظيفة جدا كأنها لسه جديدة، بس بالرغم من كده كان في حاجة فيها مش مريحة. فوق الماكينة كان في قبة إزاز شفاف باين جواها مجموعة من الحلوى الكوري، ألوانها كانت فاقعة لدرجة إنها كانت شبه بتنور. قرب منها وفضل يبص فيها، لقى محفور تحتها جملة جرب حاجة مختلفة النهاردة، حلوى حمراء زي الدم. ضحك بسخرية وقال أيوة طبعا هو ده اللي ناقص. بس الحقيقة إنه كان يائس جدا. مسح التراب من على ترابيزة صغيرة قصاد الشباك وحط الماكينة هناك، وفتح المكان اللي بيتحط فيه الكوين. كانت بتلمع بطريقة غريبة كأنها بتقوله يلا تعال جربني. فضل باصص لها شوية وبعدها طلع عملة من جيبه وقال نجرب واحدة مش هتخسر حاجة. رمى العملة جوه الجهاز وسحب الدراع. الماكينة فضلت تعمل صوت خفيف وبعدين نزلت واحدة من قطع الحلوى، كانت حمرة زي الدم، شكلها بيلمع ومغري جدا. فضل يبص عليها وبعدها حطها في بقه. أول ما طعمها حس بيه، حس إنها حاجة من الحلويات القديمة. كل ذكريات الطفولة فجأة جت في راسه. حلوى غريبة ملهاش وصف، كأنها حاجة ساحرة خيالية. للحظة نسى همومه ونسى الديون ونسى حتى المشاكل اللي كان فيها. بس الوضع ده ما استمرش كتير، لأن فجأة الطعم بدأ يتغير. الحلوى اللي كانت طعمها خيالي اتحولت وبقت لاذعة، فيها مرارة غريبة. لسانه بدأ يتلسع وحس إن في قطع معدن جوه زوره كانت هتخنقه. نظره كان فيه تشويش، الدنيا حواليه بقت بتلف. حس إن قلبه بينبض بقوة كأنه هينفجر. وبعدين بدأ يسمع همسات. في الأول كانت خفيفة بس مع الوقت بدأت تعلى أكتر وتنتشر في دماغه زي النمل. إيديه كانت بترتعش وبدأ يخربش في قميصه كأنه بيحاول يخلص نفسه من اللي هو فيه. حس بحاجة مبلولة تحت دراعه، افتكرها عرق، لكن لما بص لقى إيده متغطية بالدم وأكمام قميصه كلها باللون الأحمر، والدم بدأ ينزل على رجليه. جرى ناحية المراية اللي ورا الكاونتر وبدأ يبص. عينه كانت حمرة على الآخر، العروق بارزة والدموع اللي نازلة من عينه كانت باللون الأحمر، نقط دم بتنزل من أنفه. الأصوات في دماغه بدأت تعلى أكتر وأكتر، نفسه بقى تقيل، كان بيتنفس بصعوبة. بدأ يمسح الدم من على وشه بس كان الدم بيزيد أكتر وأكتر. رجليه ما بقتش قادرة تشيله، وقع على الكاونتر. الأصوات بقت زي صريخ في ودنه. حاول يوقف، خبط على الرفوف والبرطمانات وقعت اتكسرت، بس ما كانش حاسس بحاجة. قعد على الأرض، نفسه بيتقطع، جسمه كله بيرتجف. الماكينة كانت واقفة في مكانها بتلمع، ووشه اللي كان منعكس على الماكينة كان باين عليه الرعب. عدى وقت قبل ما يبدأ يتحرك، قام بصعوبة، جسمه كله مرهق، نفسه مش منتظم، رقبته ناشفة كأنها محروقة، وكل نفس بياخده كأنه بيتنفس إزاز. الدم نشف على جلده وهدومه، والأصوات بدأت تضعف.
بس لسه في صدى صوت خفيف موجود جوه راسه. بدأ يسند على الكاونتر وبص ناحية الماكينة، كانت لسه موجودة واقفة كأن مفيش حاجة حصلت. شال الإزاز من فوقيها والإزاز كان بارد بشكل مرعب وكان أتقل مما توقع. بدأ ينزل الحلوى اللي جواها كلها في كيس زبالة أسود، كل واحدة بتنزل كانت بتلمع. قفل الكيس وهو بيرتعش وربطه بصعوبة وخرج بيه للزقاق اللي ورا المحل، وفتح صندوق الزبالة ورمى الكيس جواه بعنف، والحلوى خبطت في المعدن بصوت عالي كأنها قطع حديد مش حلوى. وقفل الغطا ورجع للمحل، بص على الماكينة وشاف مفتاح صيانة كان موجود على الكاونتر، مسكه كان عايز يدمر الآلة دي بس وقف وإيده كانت بترتجف، وحس إن المفتاح في إيده كان تقيل. قال لنفسه ممكن لو كسرتها يحصل حاجة أسوأ. ساب المفتاح ورجع لورا. الماكينة وقفت بتلمع أكنها مستنية زباين تانيين. غسل إيده من الدم بس آثار الدم ما كانتش بتروح بسهولة أبدا، والأصوات كانت لسه في دماغه. بالليل قفل باب المحل واستخبى في الأوضة اللي ورا المحل وفضل فيها طول الليل. تاني يوم لما فتح الباب كانت الماكينة لسه موجودة، بس المفاجأة إنها ما كانتش فاضية زي ما سابها امبارح، إنها ما كانت مليانة زي ما جات أول مرة، مليانة بنفس الحلوى. والجملة اللي عليها كانت بتلمع: جرب حاجة مختلفة النهاردة، حلويات وكاندي حمراء زي الدم. رجع ورا بخوف وسمع الهمسات بترجع مرة تانية، وجرى بسرعة من المحل واستخبى في الغرفة. الأيام اللي بعد كده بقت جحيم. قاعد في الأوضة الخلفية بيتكلم مع نفسه أو واقف ساكت وباصص في الهوا. مراته دخلت عليه في يوم وقالت له: انت كده بتخوف الزباين. وقالت له: أفضل حل انت تفضل هنا وأنا اللي هروح المحل. هي كانت شايفة إن اللي بيحصل ده من كتر الشغل ومن الضغط النفسي اللي كان عليه، وبالنسبة لها الماكينة دي كانت هدية. الناس بتحب شكلها والحلويات اللي فيها ملفتة، البيع زاد وهي ما كانتش ناوية أبدا تتخلص منها. وفي يوم مشمس دخل ولد صغير المحل مع أمه، ومن وقت ما دخل ما كانش شايف حاجة قدامه غير الماكينة. قال لأمه بصوت مليان لهفة: أنا عايز من دي. هي قالت له: عندك حلوى كتير في البيت. بس مش دي. صوت الطفل بقى عالي وكل الناس في المحل بقى بيبصوا عليه. الأم اتنهدت وطلعت عملة من جيبها واديتها له: بس ما تاكلهاش غير بعد الغدا، فاهم؟ الولد وافق وطار من الفرحة وجرى على الماكينة بسرعة وحط العملة وسحب الدراع. طلعت له واحدة من الحلوى، مسكها كأنها كنز وقال لمامته شكرا، وخرجوا من المحل. الست بصت عليهم وهم ماشيين ورجعت للكاونتر مرة تانية، بس ما لاحظتش إن الماكينة جهزت نفسها مرة تانية للزبون اللي على الدور. وفي نفس الليلة الولد خلص أكل بسرعة وقال لمامته: ممكن أكلها دلوقتي؟ الأم بصت لأبوه وقالت له: يلا، بس بعدين تغسل سنانك وتخش تنام. الولد جرى على أوضته، قفل الباب وفتح الحلوى وشال الورقة من عليها وبص على الحلوى، كانت بتلمع كأنها جوهرة، وبابتسامة عريضة حطها في بقه بسرعة. في البداية كان طعمها حلو جدا، حلوى ما دقش زيها قبل كده، بس بعد لحظات حس بألم في جسمه كأن كهرباء ضربت جسمه كله. ايده بدأت تهتز لوحدها، ووقع غلاف الحلوى على الأرض وبدأت الأصوات. في الأول كانت همسات بسيطة زي وشوشة، بس بدأت تعلى وتعلى أكتر. صوت ناس بتتكلم بلغة غريبة هو مش فاهمها، بس حس إن دماغه هتنفجر من كتر الكلام. غطى أذنه بإيده وحاول يسكت الصوت، بس الصوت كان جوه دماغه، وصرخ: كفاية، خلوه يسكت. صوته عالي ومش طبيعي. الحيطان بتتحرك حواليه، الألعاب الصغيرة اللي مرصوصة على الرف بدأت تتهز كأن في حاجة خفية عدت عليها. الدبدوب المفضل بتاعه وقع من على السرير،
رجع لورا بسرعة، كان بيتنفس بصعوبة، الدم بيخرج من تحت دراعه وبينزل على البيجامة اللي اتحول لونها للون الأحمر، وشرابه كمان اتملى دم، الأرض بتشرب الدم وريحة المعدن بتملى الأوضة. فضل يصرخ وهو بيكح وفي دم كتير بينزل من أنفه، جسمه بيرتجف. فجأة الباب اتفتح وأهله دخلوا جري، أمه وقفت على الباب مصدومة وإيديها على بقها، أبوه جرى عليه ومسكه وكتفه، حاولوا يعرفوا إيه اللي بيحصل له. الولد كان بيبص حواليه بعين مفتوحة على الآخر زي ما يكون شايف حاجة هم مش شايفينها. هي هنا، قالها بصوت مرتجف، الحلوى هنا. الست مسكت غلاف الحلوى من على الأرض بإيد بترتجف، الورقة بتلمع وريحة الحلوى لسه موجودة فيها كأنها حاجة عادية جدا. وفضل الولد على الحال ده طول الليل. تاني يوم الكل في الشارع سمع عن اللي حصل، لأنهم كانوا سامعين صرخات الطفل طول الليل، وبدأ الكلام ينتشر إن الطفل ده أخد حلوى من محل الحلويات اللي على أول الشارع، والناس بقت تخاف تدخل المحل. الأهالي بقوا بيشدوا أولادهم بعيد عن الماكينة، بس الأطفال كانوا بيفضلوا يبصوا عليها من الشباك مبهورين بيها. والماكينة أخدت الضحية اللي بعد كده، بنت صغيرة خجولة دخلت المحل لوحدها وهي ماسكة في إيديها بعض العملات المعدنية، كانت محوشاهم من مصروفها، كانت عايزة تجيب الحلوى اللي نفسها فيها. وما كانت في المكتبة اللي جنب المحل مشغولة بالكلام عن رواية جديدة، والبنت استغلت الفرصة ودخلت المحل على طول. الست اللي قاعدة على الكاشير كانت مركزة في ورق الحسابات مش واخدة بالها. البنت وقفت قدام الماكينة وحطت العملة وشدت الدراع، الحلوى نزلت وكانت بتلمع كأنها جوهرة. سمعت صوت خفيف زي الطنين، بس هي كطفلة كانت مبسوطة بالحلوى ومش واخدة بالها من أي حاجة تانية. الليل دخل، ولما أمها دخلت أوضتها لقيتها مستخبية تحت السرير، إيديها ورجليها متغرقين دم، والريحة كانت بشعة، بس مفيش فيها أي جروح متسببة في الدماء دي، بس عرق ناشف ممزوج بالدم مرسوم على جسدها زي خطوط. الأم حاولت تعرف هي مالها، بس البنت ما اتكلمتش، كانت بتهز شفايفها بكلام مش مفهوم، عينيها حمرة ودموع بتنزل زي الدم. أبوها وأمها كانوا بيبصوا لبعض بخوف، بنتهم جسمها بيرتجف وكانت في عالم تاني. الإشاعات بدأت تزيد أكتر عن محل الحلويات وعن الماكينة دي، بس بعد أيام طفل صغير كان عنده فضول، فراح المحل وحب يشتري بنفسه الحلوى دي ويجرب. شافوه آخر مرة وهو ماشي ناحية الغابة، كان بيضحك وسعيد، وبعدها بساعات لقوه تايه في الغابة من غير حذاء في رجله، وهدومه متقطعة ووشه متغرق دماء ممزوج بالتراب. والده مسكه وسأله كنت فين؟ الولد قال له مش عارف، بص في ايده اللي مليانة دم ورفعها وبص لوالده وقال له بصوت ضعيف أنا مين؟ من ساعتها المحل ده بقى لعنة، الناس بقت تشد أولادها بعيد وتقول لهم ما يقربوش أبدا من هناك، بس عيون الأطفال كانت لسه بتلمع ناحية الماكينة دي. الست مرات صاحب المحل كانت بتلاحظ حاجات غريبة، كل ما الحلوى تقل تاني يوم ترجع تلاقيها في الماكينة زي ما هي. وفي مرة قالت تجرب حاجة، فتحت الماكينة وفضت كل الحلوى في جردل وقفلت المفتاح. تاني يوم لقت الماكينة برضه مليانة بالحلوى، وقفت قدامها وإيديها بترتجف مش مصدقة اللي بيحصل، بس كانت عارفة إن ده مش خيال. من ساعتها بقت تسيب نور المحل منور طول الليل. الإشاعات بدأت تنتشر حتى بره المدينة، ناس بتتكلم عن أطفال بيرجعوا متغرقين بالدم، وعن هلاوس واختفاءات غريبة الأطفال بدون سبب. لحد ما في يوم دخل 2 رجال لابسين بدل سودا وقالوا إنهم تبع الحكومة، وفي بلاغات كتير عن الماكينة دي. بصوا عليها والست ما قدرتش تتكلم، قالوا إنهم هياخدوا الماكينة دي علشان يفحصوها. وبسرعة فريق خاص وصل وفضلوا يفككوا الماكينة قطعة قطعة، بس الموضوع ما كانش سهل، كل جزء كان بيقاومهم لحد ما في النهاية فكوا كل حاجة فيها. الموظفين أخدوا صاحب المحل ومراته ومسحوا ذاكرتهم لدرجة إنهم صحوا تاني يوم مش فاكرين أي حاجة، بس حاسين إن في حاجة ناقصة. والماكينة انتقلت لمكان آمن في مقر مؤسسة SCB، ولحد النهاردة مش فاهمين هي بتشتغل إزاي. الحلوى مش بتنتهي والصوت الخفيف
لسه مسموع، والماكينة اللي بقت اسمها الرسمي دلوقتي SCP-942 واقفة في مكانها، بس الشر اللي جواها لسه صاحي. الباحثين قرروا يراقبوا الماكينة 24 ساعة، ركبوا كاميرات في كل زاوية، بس مفيش أي حاجة اتغيرت. الماكينة كانت واقفة في مكانها ساكتة، بس القبة الإزاز كانت بتتملي كل ليلة بنفس الحلوى الحمراء اللي شبه الدم. مفيش أي جهاز ميكانيكي واضح، مفيش فتحة سرية، مفيش أي حاجة تقول الحلوى دي بتيجي منين. الباحثين بدأوا يحللوا الحلوى، لما حللوها اكتشفوا إن مكوناتها كانت عادية جدا، سكر ونكهة صناعية ولون غذائي أحمر. بس اللي حصل لما جربوها على كائنات حية كان حاجة تانية خالص. جابوا أفراد من المنظمة من فئة دي علشان يعملوا تجارب. كل واحد اتطلب منه ياخد واحدة بس من الحلوى وياكلها قدام الكاميرا. أول واحد أخد قطعة حطها في بقه وبدأ يمضغها. في الأول وشه نور وابتسامة خفيفة ظهرت عليه وقال طعمها جميل، بس بعد ثواني بدأت ايده تهتز ونفسه يعلى وعينيه تلف، وبدأ يتمتم بكلام مش مفهوم، كأن في حاجة جوه دماغه بتتكسر. وصرخ بصوت عالي مخيف. الباحث صرخ في السماعات وقال لهم يطلعوه بره فورا، بس كان الأوان فات. الراجل وقع على الأرض بيتشنج، جسمه كله بيرتجف، وبعدها فقد الوعي. عدى شهور وأذكى العقول في المؤسسة كانت بتحاول تفهم، بس مفيش أي حد قدر يفسر إزاي الماكينة دي بتشغل نفسها، وكل ليلة إزاي بتعيد ملء نفسها مرة تانية. التجارب لسه شغالة، بس لحد دلوقتي مفيش تفسير واضح. هي مش مجرد ماكينة عادية، إنما كيان كل يوم بيجدد نفسه وبيستنى ضحيته الجديدة. أمل ما كانتش عايزة أي حاجة في حياتها غير إنها تخلص من الزحمة اليومية للشغل في المدينة، وإنها كل يوم بتصحى بدري علشان تلحق الوظيفة، واللي هي بتبعد أصلا نص ساعة بس عن مكان البيت. لكن بسبب الزحمة المبالغ فيها كانت بتتأخر جدا وبتتعب كتير. وكمان كانت جميلة بشكل واضح، عيونها زرقاء، شعرها أحمر اللي لما بينعكس عليه ضوء الشمس بتحس إنه أشبه بالنار. الجمال ده خلاها هدف سهل للناس اللي نواياهم مش كويسة، فكانت بتتعرض لمضايقات وتعليقات مش لطيفة وتتبع من ناس مش مرغوب فيهم. في الآخر ما قدرتش تكمل تعيش في المشاكل دي، فقررت تسيب شغلها وتروح تعيش في مكان أهدى. كانت محظوظة إنها جمعت مبلغ كبير من الفلوس يقدر يعيشها حياة مريحة لمدة سنة على الأقل. يعني كان قدامها سنة واحدة بس تقدر تحقق حلمها وإنها تبقى كاتبة مشهورة. ما كانتش عايزة تعيش في المدينة تاني، فانتقلت علشان تعيش في غابة. اشترت كوخ صغير لكنه دافي ومريح. عيلتها كانت زعلانة في البداية من قرارها ده، بس هي ما اهتمتش وقالت لهم أنا خلاص أخدت القرار وهنقل وعيش في الكوخ. الأيام الأولى في الكوخ كانت مريحة جدا بالنسبة لها. كانت بتكتب آلاف الكلمات يوميا، قصص قصيرة وروايات، وبين الكتابة أحيانا كانت بتتمشى حوالين الكوخ تستنشق هواء نقي وتستمد إلهامها من الطبيعة. وأحيانا كانت بتشوف حيوانات الغابة الصغيرة واللي كانت بتحس بسعادة جدا لما كانت بتقرب منهم. لحد ما في يوم وهي بتتمشى في الغابة كالعادة لقيت حاجة غريبة على الأرض. كانت جمجمة. الشكل شد انتباهها. لما قربت وبصت عليه كانت جمجمة غزال، لكن كان فيها حاجة مش طبيعية. فيها قرون صغيرة موجودة فوق الجبهة، ومكان العين ما كانتش فاضية، كان موجود عينين تانيين. العينين كانوا أشبه بعيون إنسان. فضلت بصة للجمجمة وكانت معتقدة إنها مجرد خدعة أو قطعة فنية غريبة، فلمست الجمجمة عشان تتفحصها. بس بمجرد ما لمستها حست بخوف رهيب وجسمها كله أشعر. رمت الجمجمة وجرت بسرعة على الكوخ وهي طول الوقت حاسة إن في حد بيراقبها. وصلت الكوخ بسرعة وقفلت الباب وراها، وكمان قفلت الستاير وبصت بره تحاول تشوف إذا كان في فعلا حد بيراقبها أو دي بس مجرد تهيؤات. بعد كام دقيقة ما حصلش حاجة، فحست بالارتياح وقعدت تكمل كتابة في القصص والروايات بتاعتها لحد ما الليل دخل.
سمعت أصوات غريبة جاية من بره الكوخ. ضحكت وقالت لنفسها ممكن مجموعة غزلان مثلا. بس الصوت بدأ يزيد وبدأت تسمع أصوات غزلان كتير حواليها. حست بخوف، طفت كل الأنوار ومسكت سكينة من المطبخ وراحت جنب الشباك. ولما بصت شافت قدام الكوخ 3 أشخاص لابسين رداء اسود، رؤوسهم متغطية بجماجم شبه الجماجم اللي شافتها الصبح في الغابة. الأشخاص دول كانوا بيطلعوا الأصوات اللي هي كانت سامعاها، وابتدوا يقربوا من الكوخ. خافت جدا، حاولت تتصل بالشرطة بس ما كانش في شبكة على موبايلها. رمت الموبايل على الأرض ورجعت تبص من الشباك مرة تانية، وشافت إنهم بيقربوا جدا من الباب وبدأوا يخبطوا عليه بقوة. صرخت فيهم إنهم يمشوا من هنا وإنها مسلحة، بس هي من جواها كانت حاسة بخوف وجسمها كله بيرتجف. الخبط على الباب زاد وقوي لدرجة إنها كانت هتنهار، لكن فجأة الخبط كله توقف وفضلت ساندة على الحيطة علشان تعد نفسها. واعتقدت إنهم ممكن يكونوا مشوا، بس فجأة شافت مقبض الباب بيقع على الأرض والباب بيفتح ببطء. ودخل شخص طويل وكان وشه مش واضح بس ملامحه مشوهة ومش طبيعية أبدا تحت الجمجمة. صرخت فيه وتقول له سيبها في حالها وما تخلوش تضطر تستخدم السكين، ورفعت السكينة ناحيته لكنه ما اهتمش وفضل واقف وفاتح دراعه. صرخت وجرت بسرعة ناحيته وحاولت تطعنه، بس هو ضربها ضربة قوية في بطنها خلاها يغمى عليها، خلاها تفقد الوعي اللحظات. بعدها سمعت صوت وبعدها جابوا كرسي وقعدوها وربطوها فيه. كانت في حالة مزرية جدا ومش قادرة تتحرك، وهم ربطينها بحبال وهي بتطلب منهم ياخدوا اللي عايزينه بس يسيبوها في حالها. القائد بتاعهم بدأ يتكلم ويقول الآلهة ما بتحبش الأمور المادية، الآلهة محتاجة الجمال، وانت عندك القدرة على خلق الجمال. انت كاتبة مش كده؟ أكيد فاهمة قصدي. بس هي استغربت وقالت له انها مش فاهمة اي حاجة، وسألتهم انتوا ازاي عرفتوا مكاني؟ واحد رد وقال الآلهة هي اللي دلتنا على مكانك، انت عندك موهبة كبيرة. بعد كده قرب منها ومسك كتفها وبدأ يحركوا عليها ببطء، وهي حاسة بخوف وبتتألم لما صوابع ايد الراجل بدأت تخدش في جلدها. صرخت من الألم لكنه قال لها انت هتكوني جزء من حاجة عظيمة والألم ده هيبقى سبب الفرح. حاولت تقاوم وتستنجد لكن مفيش فايدة، واستسلمت لمصيرها المحتوم. عدى فترة وأمل اختفت تماما، والشرطة قدرت توصل للمكان اللي موجودة فيه. المحقق دخل الكوخ وشافها قاعدة على الكرسي مربوطة، راسها عليها تاج من أغصان الزهور وفي أوراق شجر بتحيط الكرسي كامل، وكانت دراعاتها الاتنين مقطوعين وكان بقها مفتوح وفي شوية توت على لسانها. المحقق حس بالغثيان وخرج بسرعة من المكان. إن أهل الضحية لقوها لما زاروها فجأة الصبح، وسلم له ورقة عليها رسمة جمجمة وكلام مكتوب وقت إيقاظ الآلهة جه، وهي بتصنع بإيديها. بس إيه الفايدة من إيدين من غير عيون تشوف بيهم إبداعاتها؟ المحقق قال دي طقوس عبادة. والظابط سأله طيب هنعمل إيه؟ ابتسم وقال ده هيكون يوم طويل جدا. والتحقيقات بعد كده أثبتت إنها ماتت بسبب طقوس عبادات شيطانية، يعني كانت ضحية لطقوس وقدموها قربان للشيطان. الحكاية حصلت معايا من 3 سنين تقريبا. يومها أنا كنت رايح رحلة هايكنج في جبال يوتا البيضاء. من وأنا صغير وأنا شخص بحب الرياضة، أهلي سجلوني في كورس تسلق جبال وأنا عندي 12 سنة بس. قضيت 2 وأنا بتدرب وعايش وسط الطبيعة، يمكن ده السبب اللي خلاني أحب المناظر الخلابة وجو الغابات لحد اليوم اللي حصل لي فيه أسوأ كابوس في حياتي. اليوم ده صحيت بدري، جهزت شنطتي والأكل بتاعي، وبعدين اتحركت ونزلت وسط إحدى الغابات الكثيفة. الغابة دي مميزة بإن حواليها جبال من كل الاتجاهات،
الصوت الوحيد اللي كنت بسمعه هو صوت أوراق الشجر مع بعض من أصوات كائنات الغابة زي البوم والغراب وأصوات العصافير وصوت الرياح وهي بتضرب أغصان الشجر. اليوم ده كان مشمس، بس بسبب الأشجار الكثيفة كانت عاملة سقف منع إضاءة الشمس من إنها توصل لأرض الغابة، وده كان مخلي الجو شبه مظلم. كنت واخد معايا المنظار بتاعي وكنت قاعد بتفرج بيه على مناظر العصافير وهي بتتحرك من شجرة للتانية، وبصراحة كنت مستمتع جدا لحد ما الشمس قربت تغيب. قعدت تحت إحدى الأشجار وخرجت الأكل وبدأت آكل. الساعة وقتها كانت 5:30. بالرغم من إن الوقت ده يبان إنه لسه بدري، بس بسبب الغابة والأشجار الكثيفة كان الجو شبه مظلم. فبعد ما خلصت أكل طلعت الكشاف ونورت بيه، لحد ما فجأة على غير المتوقع سمعت صوت رعد، وبصيت فوق لقيت سحابة سودة تقيلة جاهزة إنها تنزل المطر في أي لحظة. وأنا بصراحة ما كنتش واخد شمسية ولا عامل حسابي لجو زي ده. وبعد ربع ساعة تقريبا بدأت قطرات المطر تنزل. والرياح بدأت تشتد لدرجة إنها كانت بتدفعني لورا، وأنا بحاول أمشي بسرعة علشان أقدر أوصل في أسرع وقت ممكن. بس المطر زاد والأرض اتغرقت. بس فجأة وأنا ماشي رجلي اتزحلقت ووقعت على الأرض في حفرة. الأرض كانت مبلولة والكشاف اتكسر مني والدنيا بقت مظلمة. قمت وهدومي كلها مية ومتبهدلة من الطين. قمت بصعوبة وبدأت أمشي. مشيت لمدة 10 دقايق تقريبا، لكن للأسف وبسبب الضلمة الطريق ضاع مني، وفضلت وقت طويل على الحال ده. بصيت في الساعة كانت 8 بالليل. المفروض إن خلاص كنت أكون برا الغابة في الوقت ده. المطر هدى شوية لكن الرعد كان لسه مستمر، ومفيش شبكة في المكان علشان أقدر أتواصل مع أي حد، ولا حتى في أي صوت في المكان حواليا. لحد ما فجأة خطرت ببالي فكرة إن أطلع على أكبر شجرة موجودة وأبص بالمنظار حواليا علشان أقدر أشوف أقرب مكان فيه نور وأروح له. وفعلا طلعت على إحدى الأشجار وبدأت أشوف، بس ما كانش فيه غير ظلام، لحد ما شفت ضوء أصفر خفيف بين الشجر. فجأة رجعني الأمل، نزلت بسرعة من على الشجرة وجريت ناحية النور. النور ده كان هو فرصتي الأخيرة إن أخرج من الغابة في الليلة دي. فضلت ماشي لحد ما وصلت للمكان. كان عبارة عن كوخ خشب قديم في مكان لوحده منعزل وسط الأشجار. بالنسبة لي كان كنز إن ألاقي كوخ في مكان زي ده وكمان في ناس. قربت من الباب وخبط وبدأت أنده لو في حد جوه ياريت تفتحوا الباب. سمعت صوت حركة خفيفة جاية من جوه. خبطت مرة تانية وبدأت أنده من فضلكم أنا تايه في الغابة، من فضلكم افتحوا الباب. وبدأ فعلا الباب يفتح بصوت خشب متهالك، وظهر من ورا راجل كبير في السن بشوش وقال لي ايه ده؟ ايه اللي حصل لك؟ تعالى جوه بسرعة. دخلت البيت واللي كان كله عبارة عن خشب، كنبة قديمة وكراسي خشب متهالكة وترابيزة تقريبا نصها مكسور وجنبها دفاية صغيرة. الراجل مسك قطعة قماش واداهالي وقال لي انضف الطين مني، وقال لي اقعد جنب المدفأة لحد ما اروح عند اهل زوجتي. قعدت على الكنبة والراجل دخل جوه البيت. البيت كل حاجة فيه قديمة، تحس ان مفيش حد عايش فيه اصلا. وبعد شوية دخلت واحدة ست شكلها تعبان وشها شاحب. الراجل عرفني عليها وقال لي دي زوجتي، بس هي مريضة بمرض مزمن. فبصت لي وابتسمت لي ابتسامة خفيفة وقالت لي ما تقلقش، انت هنا في امان، ممكن تقضي الليلة هنا معانا لو انت حابب، بس خلي بالك ابني جيمي دايما مشاغب. اتكلمت معهم عن رحلتي وقلت لهم كل اللي حصل من اول ما خرجت لحد المطر واني تهت في الغابة، وهم طمنوني انهم عايشين هنا من زمان والصبح هيقدروا يخرجوني. وقالوا لي ان جيمي ابنهم يعرف الغابة احسن من اي حد تاني، حتى احسن من المخلوقات اللي عايشين فيها. فشكرتهم وطلبت منهم غرفة انام فيها لحد الصبح، وهم ابتسموا وقالوا لي تمام انت ضيف مفيش مشكلة، بس خلي بابك مقفول علشان ابننا جيمي ما يضايقكش. شكرتهم وبعد كده اتحركت للغرفة. كانت الغرفة في نهاية ممر ضيق. دخلت الأوضة وقفلت الباب، وقفت قدام الشباك شوية أبص منه على أجواء المطر، وبعد كده رميت نفسي على السرير من التعب.
الوقت ده كان المطر تقريبا وقف، والسحابة راحت من السماء، وبقى مصدر الضوء الوحيد في الأوضة هو القمر اللي كان داخل من الشباك. وبمجرد ما حطيت جسمي على السرير نمت من التعب. فجأة صحيت على صوت ضحكة طفل بصوت خافت. فتحت عيني في الضلمة، وقبل ما ادور على اي مصدر اضاءة شفت من خلال ضوء القمر طفل صغير كان واقف في الأوضة وظهره ليا، شكله 5 أو 6 سنين. فعرفت ان ده جيمي ابنهم اللي كلموني عنه. فقلت بنبرة مليانة نوم: جيمي روح نام علشان بابا وماما هيتضايقوا لو شافوك صاحي. بس الولد مردش عليا ولا اكني اتكلمت، لحد ما فجأة الولد لف بصلي. عينه بيضة تماما، ما فيهاش حدقة العين السوداء اللي عندنا، وضحك ضحكة مفزعة مش ضحكة طفل أبدا، وجرى برا الأوضة. قمت بسرعة من على السرير وشغلت النور. لقيت الغرفة كلها متغطية بالتراب وعناكب في كل مكان في الأوضة، وملاية السرير متسخة، والسرير نفسه مليان تراب، أكن مفيش حد دخل الأوضة دي من سنين طويلة. مش دي الأوضة اللي أنا كنت لسه فيها، مش دي الأوضة اللي أنا نمت فيها أصلا. خفت، حسيت بخوف رهيب. بدأت أدور على شنطتي علشان أخدها وأمشي من المكان ده، لأني اتأكدت إن المكان ده مش طبيعي أبدا. دورت على شنطتي في كل مكان لحد ما افتكرت إن كنت حاططها تحت السرير، ونزلت على ركبتي وبصيت تحت السرير. 3 جثث، جثة راجل وست وطفل صغير. الجثث عبارة عن هيكل عظمي. الراجل والست كان لسه فيهم بقايا بسيطة من الجلد. ما كنتش قادر أصدق، أنا طول الوقت ده كنت نايم جنب موتى. طلعت بسرعة من الأوضة وجريت في الممر، وأنا بجري لقيت الراجل والست والطفل واقفين عند آخر الممر، وعيونهم برضو بيضة ما فيهاش حدقة العين السوداء، وبقهم مفتوح على الآخر لدرجة إنه كان واصل لصدرهم. ولما جريت ناحية الباب سمعت صوت ضحكتهم بتملى المكان. بصراحة مش فاكر ازاي طلعت من البيت ولا ازاي جريت وسط الغابة. كل اللي انا فاكره اني فضلت اجري لحد ما وقعت واغمى عليا. صحيت تاني يوم على سرير المستشفى، راسي مربوط وجسمي كله كدمات وجروح. في المستشفى قالوا لي ان في قرويين لقوني في الغابة واقع على الارض في حفرة ومليان طين، فاخدوني ودخلوني بسرعة للمستشفى. لما حكيت للشرطة على كل اللي حصل لي قالوا لي ان فعلا البيت اللي انت قلت عليه موجود، بس اهل البلدة دي بيقولوا ان المكان ده مسكون، كان عايش فيه راجل وست وابنهم الصغير اللي اسمه جيمي. بس ابنهم الصغير مات لما لسعته حشرة غريبة من الغابة، وابوه وامه بسبب الحزن شنقوا نفسهم. من وقتها والناس بتسمع صوت ضحكات غريبة وحركات مش طبيعية في البيت، وبيقولوا ان البيت بالنهار بيكون فاضي بس بالليل بيتحول لمكان تاني خالص. من ساعتها بطلت ارجع الغابة ولا حتى افكر اني اعيد التجربة دي مرة تانية. وفضلت التجربة دي في ذاكرتي، وصورة العيلة دي وهما بيضحكوا فضلوا في خيالي ما بيروحوش ابدا لحد النهاردة. الديب ويب ده المكان المظلم الموحش على الانترنت، المكان اللي محدش مسموح له يدخل عليه. الدخول هناك ممكن يكلفك كتير، واحيانا ممكن يكلفك حياتك. في الفيديو ده هنحكي لكم قصة عن شخص دخل عالم الانترنت المظلم، والرعب اللي حصل له هناك بسبب الديب ويب بعيد حتى عن الخيال. اسمي الحقيقي مش هقول لكم عليه علشان سلامة الشخصية، فخلينا نقول ان اسم سميث. الحكاية حصلت لي لما كان عندي 19 سنة. من وانا عندي 16 سنة كان عندي شغف كبير بالديب ويب، وحبي للعالم ده خلاني اقرر اكون هاكر.
بعد فترة بقيت هاكر محترف، ومع الوقت بقت مهاراتي عالية جدا، وبدأت أخترق حسابات وأعمل حاجات أكبر. مع الأيام بقيت من أهم الهاكر في الإنترنت، واتكلفت بمهام كتير، مهام اختراق وسرقة من حسابات بنكية، وكمان اختراق صفقات تجارية على الديب ويب. كل ما زادت المهام اللي بتجيلي كل ما زادت شهرتي وسمعتي. علشان كده سبت الدراسة وانتقلت لمكان تاني عشت فيه لوحدي، وبطلت حتى اتواصل مع أهلي لأن عارف المخاطر اللي ورا الشغل ده، وما كنتش عايز أعرض حياتهم للخطر. برغم من كل المخاطر دي فضلت مكمل في المجال ده بسبب حبي ليه، لحد ما جه اليوم اللي غير حياتي للأبد. يوم 9 نوفمبر 2011 كنت وقتها عندي 19 سنة. جات لي مهمة اختراق صفقة تجارية بين مافيا روسية وتاجر أسلحة. عملت حساب مزيف على الديب ويب واتظاهرت إني تاجر أسلحة، وتواصلت مع المافيا الروسية. كل حاجة كانت ماشية بالظبط زي ما خططت لها، ونفذت المهمة وأخدت الفلوس وسلمتها للعميل اللي كلفني بالمهمة دي، وأخدت نسبتي اللي احنا اتفقنا عليها 10%. الموضوع كان غامض، ما كنتش أعرف مين اللي كلفني بالمهمة ولا هم حتى يعرفوني، وده هو الحال في الديب ويب، محدش يعرف هوية التاني. بعد ما خلصت المهمة جات لي رسالة من العميل قال لي فيها: من الأفضل لك إنك تهرب. سألته: تقصد إيه؟ قال: إحنا لعبنا مع المافيا الروسية، ودي من أخطر عصابات المافيا في روسيا، ودي كانت مهمة خطيرة محدش قبل كده قبلها، وصدقني لما لقيتك وافقت عليها ما كنتش مصدق، ودي آخر رسالة هبعتها لك لأسباب تتعلق بالسلامة. أنت نجحت في المهمة، شكرا لك. فضلت أفكر في الرسالة دي طول الليل، رغم خوفي زودت تأمين كل حساباتي، بس فضلت متأكد إني مش آمن 100%. عدى أسبوعين وكنت تقريبا نسيت اللي حصل، لحد ما وصلتني رسالة من نفس الشخص اللي كلفني بالمهمة، رغم إننا عادة ما بنتواصلش بعد إنهاء أي مهمة. الرسالة كانت بتقول: زي ما لقيناهم هنلاقيك انت كمان، وزي ما خليناهم يعانوا هنخليك تعاني. اتأكدت ان الرسالة دي مش من نفس الشخص اللي كلفني بالمهمة، انما منهم، من المافيا الروسية. حسيت برعب شديد، قررت ان اغير مكاني فورا، وبعد يومين انتقلت لسكن جديد وبعيد عن السكن القديم. بعد ما وصلت للسكن الجديد وبعد يومين وصلني طرد بريد مع رسالة مكتوب فيها: احتفالا بانتقالك للسكن الجديد حابين نهديك، والكلمة الأخيرة مكتوبة بالروسي. عرفت إن الرسالة من المافيا الروسية، ورغم الرعب اللي كنت فيه فتحت الصندوق بحذر شديد، واللي كان فيه سبب لي فزع. كان فيه أجزاء من بقايا بشرية، إيد ورجل وعين. صرخت بأعلى صوتي وقعدت طول الليل من غير نوم. فضلت طول الليلة دي صاحي لأني اتأكدت إنهم خلاص قدروا يوصلوا لي وعرفوا مكاني الجديد. تاني يوم رحت فندق، وفضلت أتنقل من فندق للتاني لحد ما لقيت مكان سري أستخبى فيه. عدى أسبوع لحد ما وصلتني رسالة تانية: بالرغم من كل الأصابع الموجودة لكننا ما قدرناش نعد المبلغ اللي سرقته مننا، بس معتقدين إنك تقدر تعده. والكلمة الأخيرة مكتوبة برضو بالروسي، ولما ترجمتها كان معناها: عد سعيد. اضطريت أفتح الصندوق للمرة التانية، ولقيت فيه 16 من الأصابع البشرية ملطخة بالدم ومكدسة فوق بعضها. صعقت من المشهد وحسيت إن دوري قرب وإن حياتي وصلت لطريق مسدود. الحقيقة ما قدرتش أبلغ الشرطة لأن ده كان معناه إني ببلغ عن نفسي. المرة دي غيرت الولاية كلها ورحت ولاية نيويورك، لأن التنقل بين الشقق في نفس المكان ما بقاش آمن.
وكل مرة يعرفوا مكاني. أخيرا وبعد بحث لقيت مكان مناسب أعيش فيه من غير ما حد يعرفني، أو على الأقل كنت فاكر كده. عدى شهر، كل حاجة كانت هادية لحد اليوم اللي رجعت فيه من بره البيت ولقيت جواب على الأرض قدام باب الشقة. فتحت الجواب وكان مكتوب فيه: من الوقت اللي كنت بتتنقل فيه كنا عارفين إن ما عندكش وقت. وآخر كلمة كالعادة مكتوبة بالروسي، واللي كان معناه إعادة التزيين. قمت وفتحت باب الغرفة، واللي شفته ما كانش يتصدق أبدا. بقايا أعضاء بشرية موجودة في كل مكان في الغرفة، إيد وأرجل معلقة في السقف، ودماء في كل مكان، وحتى أعضاء لأطفال. البيت كله اتحول لبيت رعب. وقعت على الأرض وأصبت بانهيار عصبي. دماغي مش قادر أفكر، لحد ما فجأة سمعت صوت ورا ظهري. الصوت خلاني اتجمدت في مكاني. بصعوبة قدرت ألف على مصدر الصوت. شفت راجل لابس قناع على وشه، وبكل قوته ضربني بساطور في كتفي. كان لابس ماسك على وشه، وكانت بنيته الجسدية قوية. وقال لي: اتلعبت مع الناس الغلط، رغم تناولاتك الكتير بس ده ما منعناش نوصلك. كان لازم اجيبك واسلمك للمافيا، بس وانت اشلاء. رفع الساطور وجرى ناحيتي، بس بسبب الدم اللي نزل مني على الارض اتزحلق وقع، وراسه اتخبطت في حافة المدفأة بقوة. جريت بسرعة برا البيت، وكان كتفي بينزف، وبسبب النزيف الكتير حسيت اني هفقد الوعي. بس اتحملت على نفسي، والمرة دي كان لازم اروح لمركز الشرطة، لان ما كانش عندي اي حل تاني. الشرطة نقلتني فورا للمستشفى، وبعد ايام بدأت اتعافى. والشرطة بعتت لي فريق تحقيق وحكيت لهم على كل اللي حصل. فضلت تحت حماية الشرطة طول الايام اللي بعدها، لحد ما جه محقق وقال لي: انت محظوظ لانك هربت من ايد العصابة دي واحدة من أخطر عصابات المافيا، وعندهم سوابق كتير في القتل والتعذيب لأي حد يتعرض ليهم. قلت الحمد لله إني لسه عايش، وما حصل ليش ولا حصل لأي حد من أهلي مكروه. في اللحظة دي ملامح المفتش اتغيرت، وقال لي: أنت مش عارف إيه اللي حصل؟ في حاجة حصلت أنا مش عارفها؟ المحقق سكت لثواني وقال لي: الجثث اللي كانت بتجيلك في الطرود البريدية وأجزاء الجثث اللي تزين بيها بيتك كانت لأفراد عيلتك وأبناء عمومتك وحتى لجدك وجدتك. آسف، بس دي كانت محاولتهم علشان يقدروا يوصلوا لك. على مدار السنين اللي بعد كده فضلت عايش في حالة نفسية سيئة جدا، لأني كنت السبب في كل اللي حصل لعيلتي. ومن وقتها ما دخلتش تاني على الانترنت، وبعدت عن المجال ده. وبنصح أي واحد إنه ما يحاولش ولا يفكر يوم إنه يدخل للمكان ده. في منظمة سرية مش هتسمع عنها في الأخبار ولا هتلاقيها حتى في الكتب، اسمها SCP Foundation. مهمتها إنها تعزل وتحتوي كل الكيانات وكل كائن خارج عن فهم البشر، مخلوقات مش من عالمنا، ظواهر بتكسر قوانين الطبيعة، كيانات لو شفتها ممكن تفقد عقلك. اللي هحكيه دلوقتي مش خيال، إنما ده SCP-323. ده عبارة عن جمجمة غريبة بتمتلك الشخص اللي بيلبسها وتحوله لحاجة أو لكائن بعيد عن إنه يكون إنسان. من كام شهر كده أنا وصحابي بيتي وجيسون ومولي قررنا نطلع رحلة تسلق واستجمام بولاية أنديانا. إحنا كنا زمايل في نفس المدرسة الثانوي، وبنحب دايما نتقابل في الأجازات. المكان اللي رحناه ده يعتبر أقدم محمية طبيعية في الولاية. هناك في شلال ضخم وكهوف كتير وغابات عميقة
باختصار كده المكان مثالي لأي حد بيحب التخييم والمغامرة. قعدنا شوية جنب الشلال وأخدنا كام صورة سيلفي، كلنا كنا مبهورين بالمنظر. وبعد نص اليوم تقريبا قلنا نتمشى شوية ونختار مكان نخيم فيه. بيتي قعدت على صخرة كبيرة وقالت وهي بتبتسم: أنا بحب المكان ده جدا. كلنا بصراحة وافقناها، وجيسون طلع الموبايل وبدأ يصور، وأنا طلعت سندوتشات من الشنطة وبدأت آكل. أصوات الطبيعة حوالينا، العصافير مع شلال المية، كان بيدي إحساس براحة مش طبيعية. قطع الهدوء صوت جيسون وهو بيقول بصوت عالي: إيه ده؟ جرينا كلنا بسرعة ناحيته، ولما وصلنا اتخضيت من اللي شفته. كان في جمجمة حيوان متوسطة الحجم مرمية على الأرض، شكلها يشبه جمجمة الغزال، بس العجيب إن الفك السفلي ما كانش موجود، كان موجود بس الفك العلوي. ريحة الجمجمة كانت قذرة جدا، زي ما تكون لسه متحللة. وقفنا كلنا مستغربين وجود جمجمة زي دي في المكان ده. جيسون قال: من إمتى والحاجة دي هنا؟ يمكن حيوان كان موجود في المكان ده ومات. جيسون ركع على ركبته وقرب يلمس الجمجمة، وهنا حصلت حاجة غريبة. الجمجمة اتحركت لوحدها، اتحركت من مكانها. كلنا اتجمدنا في مكاننا. بيتي هالت وهي فاتحة عينيها على الآخر: ايه ده؟ الجمجمة دي اتحركت. رديت عليها: يمكن في فار أو كائن صغير تحتها هو اللي حركها، أو يمكن في ديدان موجودة جوه الجمجمة. في اللحظة دي قررنا إننا خلاص لازم نمشي ونبعد عن الجمجمة دي. كلنا شلنا شنطنا وبدأنا نتحرك بعيد، لكن وانا ببص ورايا شفت جيسون واقف لسه قدام الجمجمة ما بيتحركش، عينه مركزة معاها. صرخت فيه ورد عليا بتردد، قال لي: تمام جاي. مشينا تقريبا ربع ساعة لحد ما لقينا مكان كويس نخيم فيه. الكل بدأ يشتغل وينصب الخيم إلا جيسون، كان قاعد لوحده باصص في السماء ساكت. قعدت جنبه وسألته: مالك؟ قال لي بصوت متلخبط: انت شفت الجمجمة وهي بتتحرك لوحدها صح؟ قلت له اني شفتها، بس خلاص انسى الموضوع، احنا جايين هنا علشان ننبسط. الليل بدأ يدخل وانا جمعت شوية خشب وولعت نار، ومولي طلعت الفراخ المتبلة وبدأنا نشويها. كل حاجة كانت ماشية تمام، بس فجأة لاحظنا ان جيسون اختفى. بيتي قالت: هو فين جيسون؟ كان قاعد على الصخر هنا من شوية. فقلنا لازم نقوم كلنا ونبدأ ندور عليه. جربت اتصل بيه بس ما كانش فيه شبكة في المكان. طلبت من بيتي انها تفضل مكانها واحنا هنروح ندور عليه، علشان لو رجع تقولي له ان احنا بندور عليه ويفضل مستنينا. دخلنا الغابة وبدأنا ننادي عليه بصوت عالي، بس مفيش أي رد. المكان مظلم والمصابيح بتاعتنا هي كانت مصدر الإنارة الوحيد. صوت ورق الشجر تحت رجلينا كان مخلي المكان أكثر رهبة. مولي قالت: هو راح فين؟ قلت لها: من ساعة ما شاف الجمجمة دي وهو مش طبيعي. وقبل ما أكمل الجملة سمعنا صوت صرخة قوية، كان صوت بيتي. جرينا بأقصى سرعة، أغصان الشجر كانت بتخربشنا، بس كنا عارفين إن في كارثة حصلت. ولما وصلنا للمخيم الدم اتجمد في عروقنا. بيتي كانت مرمية على الأرض جنب النار، عينيها مفتوحة على الآخر وفي دم في كل مكان، ودراعاتها الاتنين مش موجودين، كأن حد نزعهم من جسمها. واللي صرخت أعلى صوت وأنا وقفت مش عارف أعمل إيه. وفجأة سمعنا صوت أكن حد بياكل حاجة جاي من ورا الخيمة. مسكت فرع شجر بإيدي وقربت بهدوء وببطء وبصينا ورا الخيمة.
كائن قاعد على رجليه بياكل في دراع بيتي. كان شكله يشبه البني ادمين بس جسمه اكنه ميت، وشه متغطي بنص الجمجمة اللي شفناها قبل كده، بس المرة دي تحت الجمجمة في فك مليان اسنان بينزل دم. الكائن لف وشه علينا، وهنا كان الكابوس. دراعه الشمال كان عليه وشم أشبه بمرساة السفن، نفس الوشم اللي كان على دراع جيسون. صرخت وقلت جيسون ده انت؟ رد بصوت غليظ أكنه طالع من تحت الأرض. أنا جعان. فجأة قفز عليا وغرز مخالبه في بطني. صرخت على مولي انها تهرب من المكان، لكن فجأة ظهروا ناس لابسين بدلات أشبه بالبدل الفضائية، منعرفش هما مين. رفعوا سلاح غريب وضربوا جيسون بأشعة. جيسون صرخ آخر صرخة وقع على الأرض، والجمجمة وقعت من على وشه. الناس دول لفوا الجرح اللي كان في بطني وشالوا الجمجمة حطوها في صندوق. حاولت أسألهم وأنا بتكلم انتوا مين وإيه اللي بيحصل وإيه الجمجمة دي وجيسون راح فين؟ ما ردوش عليا، بس واحد منهم قرب مني وقال بلغنا الشرطة وهتيجي تنقذكم. وبعدين لف بزميله وقال له تم احتوائه، جهزوا الزنزانة SCP-323. وبلغ الجنرال. لحد النهاردة محدش قال لنا ايه اللي حصل، وكل اللي قلنا للشرطة انه هجوم من حيوان مفترس. بس الحقيقة انا عارف ان جيسون ما ماتش، جيسون اتحول لكائن تاني، بس هو راح فين او مصيره ايه ما نعرفش. ومين الناس اللي جم واخدوا جيسون والجمجمة، وايه منظمة SCP دي اللي قالوا عليها. لحد النهاردة مش فاهم حاجة، وكل ليلة بصحى مفزوع لان شكل جيسون ما بطلش يزورني كل يوم في احلامي.